بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، مع درس جديد من دروس مادة الحاسب الآلي لغات. إن شاء الله بإذن الله هنكمل دروس لغة ال HTML اللي هي اختصار كلمة Hypertext Markup Language، ودي اللغة الخاصة بإنشاء الويب سايت أو موقع الإنترنت. إزاي تعمل صفحة موقع إنترنت أو ويب سايت. طيب، درس النهاردة إزاي أنا أضيف للصفحة بتاعتي. هذه الصفحة يا جماعة، تمام، إحنا المرة اللي فاتت كتبنا كلمة ويلكم، تمام، وعملنا بعض التنسيقات عليها. النهاردة عايزين نضيف فيديو داخل الصفحة. طب إزاي أضيف فيديو يا جماعة؟ هكتب الأمر بتاعي اللي هو embed، تمام، يعني تضمين، هضمن فيديو، تمام. لازم الأول تقول له السورس بتاعه، المسار بتاع الفيديو اللي أنت عايز تضمنه للصفحة، تمام. وأقفل التاج بتاعي بهذا الشكل. طيب، أنا عندي فيديو هنا على الجهاز، على الكمبيوتر، وليكن الفيديو ده موجود على، يعني احنا لو فتحنا هنا اهو ماي كمبيوتر، وعلى الإي هتلاقي الفيديو بتاعنا اللي أنا عايز أضمنه، تمام. وليكن مثلا أي فيديو، هناخد الفيديو ده كوبي، بعدين هنزل هنا أعمل له بيست، أجي أغير اسمه، أخليه مثلا هسميه 4، تمام. اسم الفيديو 4.mp4، ده اسم الفيديو، تمام، اسم الملف. فوق لازم أعمل إيه؟ أنا أعرف المسار بتاعه، هو موجود على الدرايف e/4.mp4. خلاص، ده مسار ملف الفيديو. يبقى أنا هكتب هنا المسار بتاعي في السورس، هقول له نقطتين فوق بعض على الدرايف اسمه، اسم الملف 4.mp4، تمام، mp4. كويس، ده اسم الملف اللي انا عايز اضمنه. embed source بتساوي كذا، بعدين هقفل. طيب، هسيب الاول وهنشوف كده. هتلاحظ ان ملف الفيديو نزل، بس ايه، مساحة الفيديو صغيرة، تمام. عايزين نكبر الويدز والهاي عشان ايه يبان. هنرجع تاني هنا وهنقول له ايه، هنقول له ويدز، الويدز بتاعي مثلا 600، والهاي كام؟ 700 بكسل. هقول له فايل سيف، واجي هنا اقول له ريفرش. هتلاحظ مساحة الفيديو كبرت، الفيديو اهو شغال قدامكم. تمام. طب الفيديو موجود ناحية الشمال، طب انا عايز اجيبه في النص او على اليمين، اعمل ايه؟ هقول له هنا alignment، align بتساوي مثلا right، عايز اجيبه ناحية اليمين، يعني اعمل له محاذاة ناحية اليمين اهو. تعالى يا باشا اهو، هتلاحظ الفيديو تم ازاحته ناحية اليمين. خلاص، والفيديو شغال اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين. طيب، عايز تخليه في النص، هتقول له سنتر هنا بدل رايت، هتقول له ايه
سنتر. تمام. فايل سيف. يلا نجرب. ريفرش. تمام كده. ده بالنسبة للفيديو. طيب لو انا عايز اعمل ايه؟ مش هنزل ملف فيديو دلوقتي، انا هعمل حاجة اسمها هايبر لينك. هايبر لينك يعني كلمة بمجرد الضغط عليها كليك توصلني لموقع معين. طيب وليكن مثلا كلمة ايه؟ هنسميها جوجل. كلمة جوجل دي انا عايز اعمل لها هايبر لينك. اعملها ازاي؟ بص معايا كده هعملها ازاي. هقول له ايه، اختصار كلمة انكر. الايه ده تمام هربطه بايه؟ هربطه بكلمة جوجل اللي احنا قلنا عليها. يبقى كلمة جوجل دي لما اضغط عليها كليك المفروض يوديني فين؟ يوديني الموقع جوجل. تمام. يبقى انا المفروض هنا هقول له الاي دي معاها href هايبر ريفرنس. هايبر ريفرنس بتساوي، هنا هكتب موقع الجوجل بالظبط اللي هي www.google.com. طيب انا هروح اعمل ايه؟ هاجي هنا عشان ما اغلطش اهو www.google.com صح؟ واروح اعمل ايه؟ هاخد الهايبر لينك بتاعي اهو، هاخده نسخ واروح هنا اقول له كنترول في. ادي الهايبر لينك بتاعنا. يبقى الكلمه دي هتبقى مربوطه بمين؟ بالموقع. هروح اقول له فايل سيف واجي اروح على الصفحه بتاعتي اهي واعمل ريلود واضغط على كلمه جوجل. هتلاحظ ان هو نقلني لصفحه او موقع الجوجل. خلاص. ده بالنسبه لمين؟ للهايبر لينك عن طريق ايه؟ الكود ده بالظبط. تمام. طيب لو انا عايز مثلا اروح للفيسبوك يبقى انا هنا هقول له ايه؟ فيس بوك. دي الكلمه اللي انا هربطها بمين؟ بموقع الفيس. هروح اقول له هنا كوبي، هغير هنا اللينك واخليه ايه؟ فيسبوك. تمام. هقول له فايل سيف وارجع تاني اعمل ريفرش. facebook.com. طيب صح، امال ايه المشكله؟ اهي ادي كلمه فيس اهي فيسبوك. اعمل لها كليك هينقلني مباشره لموقع الفيسبوك. تمام بهذا الشكل. جميل جدا جدا. خلاص كده يا جماعه عرفنا الهايبر لينك ازاي نعمله، وعرفنا ازاي نضيف ملف فيديو للصفحه بتاعتنا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.